يعني احنا عايزين نتكلم على حاجة مهمة جدا، من اكبر المشاكل اللي احنا بنعاني فيها في الشغل وفي البلد بصفة عامة، اللي هي الشغل. لو جينا كده بصينا للشغل وللشركات وطريقة عمل الشركات، بنلاقي جواها مشاكل كتيرة جدا هي اللي بتتسبب ان الشركات ديت بتتأخر او بتقع وبتنتهي. يعني من اكبر المشاكل ان تلاقي كده صاحب الشغلانه جمع الملمين اللي معاه وبيع الحاجه الذهب بتاعها، يلا انا هعمل شركه، تمام، ويتوكل على الله هنعمل ايه؟ شركه. طب هتعمل الشركه دي ازاي؟ هتشتغل ازاي؟ كل اللي في دماغه انا معايا فلوس، اجيب بضاعه، اخزن، ابيع، او اجيب لي مكنه اصنع وبرضه ابيع، تمام، والموضوع سهل وهتمشي ان شاء الله ببركه ربنا. هي كل حاجه طبعا ببركه ربنا يعني، بس بنفاجئ ان يعني مفهوم البركه مختلف شويه يعني بركه ربنا بتيجي بالطاعه وبالعبادات، فربنا يبارك في القليل. يعني نلاقي كده اللي عايش على مستوى قليل، دخله قليل، بس في تقوى، في عباده، في صدقه، تلاقي البركه دي، تلاقي مثلا ان اللقمه الصغيره بتكفي، تمام. دي البركه بتاعت ربنا، بيبارك في الشيء الصغير، نظير الطاعات اللي انت بتعملها، الصدقات اللي انت بتقدمها، تمام، معاملتك الكويسه مع الناس، حاجات ياما بتتسبب في البركه. اما انك تيجي تجمع فلوس وعايز اشتغل وهتمشي بالبركه، الكلام ده طبعا مش موجود في القاموس، تمام. الشغل عشان ينجح محتاج خطوات، خطط، محتاج كفاءات، تمام. طب انا دلوقتي هعمل شغلانه ومش مخطط لاي شيء وبدات، طبعا انا مش هشتغل لوحدي، فهجيب ناس تشتغل معايا، فتلاقي اللي شغال من غير خطه هيدور على ايه؟ هيدور على اقل مرتبات عشان يوفر. ما هو دماغه ماشيه، انا معايا ملمين مش عايز اصرفهم، عايز افضل محافظ عليهم عشان ادورهم في السوق. فاصبح كل تفكيره ان البضاعه اللي هيشتريها اهم من الموظف اللي هيشتري البضاعه، ان البضاعة اللي هشتريها اهم من المحاسب اللي هيسجل البضاعة. فبقى بالنسبة له المنتج اللي هو هيشتغل فيه اهم من اي حد شغال معاه، فيجري يدور على المنتج وجودته، وينسى ان في حاجات مهمة جدا جوه الشركة لو مش بجودة كويسة هتوقع كل اللي انت بتعمله. فمن اول الاخطاء اللي بيقع فيها اي حد بيبدأ اي بيزنس ايه هي؟ ان انت ما بتخططش، ما عندكش خطة اصلا، ما عندكش هدف عايز تروح له. طب يا عم، اللي انت هتصرفه في الشغل ده كله هتخسر ايه لما تصرف شوية على التخطيط؟ احدد الاهداف بتاعتي. انا والله عايز اشتغل في السلعة الفلانية، وعايز ارتب لها بقى دورة مشترياتها وتخزينها وبيعها والحسابات بتاعت المراحل دي كلها. هتلاقي الموضوع بالنسبة لك ما هوش صعب، ده انت بالعكس، ده انت مع الخطة هتشوف النور اللي جاي، ايه اللي هيحصل، تتوقع اللي هيحصل. لكن مفيش خطة، فانت شغال كده على الله، يعني انت ونصيبك بقى. لكن لو في خطة هتبقى شغال بمعايير، هتوظف الناس بمعايير على حجم شغلك. انا والله حجم شغلي كبير، يبقى لازم اجيب ناس كبيرة، مش كبيرة في السن، كبيرة في المهنة، عشان تبدأ تطبق.